ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة سلمى للوصفات المصرية. ده الجزء الثاني من مطبخ سلمى والتنظيف. إن شاء الله هنبدأ مع بعض طريقة غسل الثلاجة. أول حاجة هبتديها، أنا كنت هناك عاملة كده يعني أجزاء غسيل الثلاجة من غير الفريزر، بس أنا هغسلها بقى الفريزر. هبتدي هغسل الفريزر وهنقول طريقة تسييح الفريزر. طبعا تسييح الفريزر في ناس بتستخدم كتير آلة، سكينة او اي حاجة، وده طبعا ده غلط. انا عندي طريقة كده سهلة ان شاء الله. اول حاجة انت مثلا هتبتدي الصبح تعمليها، بتقومي تفضي اللي فيها وتروحي طبعا جايبة، اقول لك معايا اهو، بس اثبت بس باب الفريزر بالشكل ده. طريقة تسييحها بقى انا معايا هنا مروحة بالشكل ده، صيف شتاء بعملها، سهل قوي جدا. شغل مروحة عليها ولغايه ما تسيح خالص. لكن انت بقى تجيبي حاجة وتقعدي تسيح بيها كده هتخربي الفريزر، وغاز الفريون هيخلص منها. حصلت لي قبل كده وغيرت الفريزر بسبب ان انا عملتها بالسكينة، ودي من الاخطاء اللي انت المفروض ما تعيش فيها، وان انا حصلت لي يعني للتلاجة. هنبتدي بقى نشغل المروحة واسيبها عليها لما تسيح خالص، وافضي اللي في التلاجة ونبتدي نغسلها. المروحة بالشكل ده كده وبتسيبيها. سوا برضو الفريزر، جيب فريزر برضو بتسلط عليها برضو المروحة وتشغليها، بيسيح كل التلج براحته. طبعا انت مثلا الفكرة دي برضو ممكن تسيحها من بالليل، بس عشان الاكل والحاجة ما تسيحش اللي جوه وتبوظ. قبل الفريزر ما يسيح معانا، عندي معلومة كده صغيرة هنقولها اثناء تسييح الفريزر. المطبخ الخشب ده طبعا بيلم صراصير. هتقولي الصراصير بتيجي منين؟ اكيد بتيجي طبعا من البلاعات. انا عندي طبعا هنا حاطه سلك، بس برضو هي الصراصير اكيد بتيجي من البلاعات. فالمطبخ الخشب ده طبعا بيركز كتير فيه الصراصير. ففي حاجه بتتباع عند بتاع المنظفات، حاجه اسمها تباشير السحري. تباشير السحري اللي انا مخططه بيه دي، خططه كده كده المطبخ كله كده. ده بيمنع اي حاجه ونمل، اي حاجه تخطط بيه صراحه. سحري واسم على مسمى. انا قلت يعني اقول لكم المعلومه دي. طبعا احنا عايزين نهتم بمطبخنا. مفيش حاجه اسمها طبعا اسمها عيد، تنظيفه العيد ومش تنظيفه العيد، لا. انا عندي كل واحد ايدك في مطبخك على طول، نظفته على طول حتى ينجهي العيد، تبقى مسحه عاديه وترتيب عادي خالص، ما تتعبيش نفسك يعني. طبعا المطبخ ده عنوانك، ونظافته طبعا بتنبعث عليكي وعلى عيلتك. ونظافته طبعا ده المكان اللي بتعملي فيه الاكل، لازم تحافظي عليه وعلى نظافته باستمرار. طبعا الفريزر هنروح بقى للتلاجة ننضفها. انا هغسل التلاجة، انا فضيت كل اللي فيها. التلاجة معايا اهي. انا كل اسبوع بغسلها، لازم اغسلها حتى لو هي هشوف شكلها حتى نظيفه اهي. سحب بالشكل ده اهو، وهنا كله اهو. انا هاخد ده احطه في الحوض. التلج كله اتجمع ونزل اهو من المروحه، نزلت كل التلج. راح احطه بس اغسل الدرج وارجع. دي ليفه مخصوصه عاملاها للتلاجة، بغسل بيها وبركنها. هنغسل بيها الفريزر كده بالشكل ده، وبعد كده هنشفها، وبعد كده هعملها بالخل. هعمل التلاجة برضو بنفس الليفه دي وهنشفها وهنعملها بالخل. نغسل جسم التلاجة برضو من تحت. انا غسلتها برضو بالطريقه دي. هنشطفها بقى همسحها الاول بفرطه بميه، وبعد كده هنشطفها بالخل. الرفوف اهي بتاع التلاجة. غسلت المشمع اللي انا بفرشه على التلاجة وفرشت. هنشطف التلاجة هنا. انا كده غسلتها بالسائل من الخل ده كده، نخلي الخل فيها دي كده بس. دي بطرمانات، دي كانت مربى فراوله، كنت عاملاها من الصيف، كنت حطاها في الفريزر طلعتها. دي مربى جزر برضو. يعني الحاجات دي ابتدي اشيل بقى الحاجه كلها في التلاجة. ودي كده فكره كده على الماشي بسيطه. طبعا انت ما يفضى عندك حاجه، انا عندي ده شويه عسل فوديو، انا كنت عامله صوابع زينب، فانت طبعا مفيش طبق او فاض شويه مش مثلا اي حاجه وانت مش عايزه الريحه تبقى في التلاجة، فانت بتعملي الفكره دي. ورق الفويل ده وبتعمليه كغطا كده،
وتحطي الحاجه بتاعتك، حاجه مش عايزه تكرف مثلا في التلاجة. وطبعا لازم ايدك طبعا يبقى في التلاجة على طول، وتشوفي تطلع الاطباق اللي هي كده مثلا اطباق فيها اكل، وما تحطيش حلل في التلاجة، حطي في علب. انت كده بتحافظي على تلاجتك حتى مهما تكون بسيطه. التلاجة دي انا كنت عندي اول ما اتجوزت كنت جايبه تلاجة اديال، وبرده لما غيرتها من 4 سنين جبت اديال، انا ممتازه جدا. وانا عندي كده فريزر، فعايزه يعني الحجم الصغير ده، وهي كده يعني بتشيل كل حاجه ان شاء الله. انا كده خلصت التلاجة وفرشتها بالمشمع ده. المشمع ده على فكره يعني مش بيحجب البروده قوي، انت بتسيبي له فراغات من هنا وفراغات من هنا. بالعكس انا بلاقي الحاجه متلجه فيها وبتسيبي فراغات كده. ومن هنا كده ده هنا مشمع بس شفاف، ومن تحت هنا مشمع طبعا. وابتدي ارص الحاجه فيها على طول، واتغسلت على طول. لازم طبعا ايدك زي ما قلت على طول كل اسبوع تغسليها عشان متبقاش فيها ريحه، وتخرجي منها الاطباق والحاجات دي اللي هي ملهاش لازمه. يعني تعمل كشف اول باول في التلاجة طبعا لما تكون التلاجة نظيفه، بتبقى عنوانك يعني وكده. خلصت التلاجة خلاص. احنا هنا بقى هنلم فوط المطبخ. هتحطي السداده بتاعه الحوض كده وتمليه ميه سخنه، وهنا عندنا ملح ليمون على كربوناته، وترش كده عشان طبعا فوط المطبخ لازم تنضف. ونحط خل، انا كنت حاطه خل، وهنا هنحط سايل صابون سايل. دي كانت بتاعه شاور وانا استغلتها، بحط فيها صابون سايل يعني كويسه مريحه. بس ونسيبها شويه كده، وبعد كده بتشطفيهم وتنشريهم وتستخدميهم عادي اول باول بتنضفيهم. انا هنا بقى المطبخ ان شاء الله هكمل ومسح اخر حاجه خلصت، واوريكم اخر ما نضيف بقى. خلاص على كده الحمد لله كده انا خلصت المطبخ ومسحته وفرشته، وكمان التلاجة خلصت معانا. انا عارفه انا طولت عليكم، بس في سؤال احب ارد عليه لاخت معانا في القناه، هي باسم محمد الشافعي. كانت بتسال من الحلقه اللي فاتت عن الورق اللي انا حاطاه ورق البوتاجاز، او المشمع اللي انا حاطاه ورق البوتاجاز. هي بتقولي الفكره عجبتها وكل حاجه، بس بتسال هو المشمع ده بيسخن لما من حراره البوتاجاز والفرن لما بيشتغلوا؟ انا عايزه اوضح لك حاجه. عايزه اقول لك ان المشمع ده انا مش حاطه نفس المشمع ده النوعيه دي، انا مش حاطه النوعيه دي. انا هوريكي النوعيه تاني وهوضح لك طبعا الفكره اللي انت عايزاها. المشمع هو اللي انا حاطاه، لو محدش لسه عارف يعني الفيديو السابق انا ان شاء الله هنزله، هو يوم المطبخي وانا موضحه فيه فكره المشمع ده. المهم المشمع ده يا ستي هو خامته زي الحافظه دي بالظبط اللي انت حطاها على البوتاجاز كده، هي دي خامته زيه. هجيب لك برده وهوضح لك سريعا كده اهي، دي خامته مش زي المشمع اللي هو التاني اللي يا دوبك بيلزق كده بالميه وتلاقيه لزق على طول على السيراميك. انا ده يا دوبك انا حاطاه بقالي سنتين او اكتر كمان، هو يا دوبك بس كده لما بيجي عليه حاجه دهون، ولما كده هو نضيف لسه مش هغيره طبعا، ده بقاله سنتين. لما يعني احس ان هو اتوسخ زياده، بس هو شكله نضيف قدامكم. هي دي الفكره. هي بتقولي هل هو بيتاثر؟ طبعا لو بيتاثر كان اتاثر المشمع ده طبعا. لما بتشغلي هنا البوتاجاز هنا كان المشمع ده طبعا اتاثر، وطبعا ده ما بيتاثرش طبعا، هو عادي كده. انا حاطه بالجنب كده اهو، برضو ما فيش حاجه الحمد لله، ربنا يسترها. كمان انا هنا هوريكي، انا مشغله هنا الفرن اهو بس مش واضح قوي، محمص عيش اهو الفرن والمشمع اهو. حبيت اوريكي عملي اهو، الفرن شغال تحت اهو، عادي ما فيش حاجه ان شاء الله. وطبعا انا يا ريت تكون وضحت لك الفكره. وطبعا دي حاجه طبعا براحتك، حابه تحطيه قلقانه منه فيعني زي ما انت تحبي. طبعا لو المشمع ده مش موجود عندك، انت ممكن تجيبي الحافظه دي او الورق الحائط ده تحطيه ورا البوتاجاز بتاعك. ممكن تحطي 2 جنب بعضيهم، واحده حسب ما البوتاجاز الدهون وكده. انت عايزه تفادي الحيطه من ورا، عايزه تحافظي عليها يعني. يا ريت تكون وضحت لك الفكره ان شاء الله. كفايه كده عشان طولت عليكم، وشكرا ليكي طبعا ولتعليقاتك ولتعليقات كل المشتركين. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.